بل حاضر يا مولاي، ولكن ما هو الخبر؟ أي شخص يجعلني أقول هذا كذب له نصف مملكتي. ذهب الوزير وأذاع الخبر، ففي اليوم الثاني جاء النجار والخياط وعجوز يحمل جرة. انظروا ما حدث. مولاي أنا النجار ابن النجار، جدي كانت معه عصا يحرك بها النجوم في الليل. هذا طبيعي، وأنا أيضا جدي كانت عنده سيجارة يشعلها من الشمس. وماذا عنك أنت؟ يا مولاي أنا الخياط ابن الخياط، أمس شق البرق السماء فقمت بخياطتها، لكنك لم تخطها جيدا. اليوم في الصباح تساقط رذاذ المطر. التفت الملك للعجوز صاحب الجرة مستهينا بهندامه. انظروا ما حدث. ماذا عنك يا صاحب الجرة؟ ماذا تريد؟ أحضرت الجرة لتملأها لي ذهبا كما وعدتني. ذهب؟ ولكن لما أفعل هذا؟ من أنت؟ أعلم أنك تذكرني يا مولاي ولا تريد أن تعطيني ما وعدت. هذا كذب، أنا لو قلت شيئا لفعلته. يا مولاي لقد جعلتك تقول هذا كذبا. اعطني نصف مملكتي. ماذا أقصد؟ صحيح صحيح. إن كان صحيح إذن املأ لي هذه الجرة ذهبا.